بسم الله. أولا الأصبع مستقيم باللفظ عند النساء ينصب إصبعه. بعدين أنه كان يحلق بين الإبهام والوسطى أو يقبض، يعني هنا صورتان، إما هكذا أو هكذا، وفي الصورتين الأصبع ممدود. في رواية عند أبي داود يحنيها لا تصح، وأنه يشير بها إشارة يحركها وليس فيها خفض ورفع، هذا خطأ، وإنما هي إشارة خفيفة لأنها في اتجاه القبلة. لو قلنا خفض ورفع ذهب اتجاه القبلة. وبعدين يرمي ببصره إليها، وهذا كأنه في ارتباط بين القلب والحواس مع الحركة، وبخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهي أشد على الشيطان من مقامع من حديد، فهذا يعني فيه بهذا المعنى. وطبعا الحركة من أول التشهد إلى آخره، من حد ما تبدأ التحيات لله إلى أن تقول السلام عليكم، مع أول تسليمة تضع يدك. أما من يقولون أشهد أن لا إله إلا الله فقط عند النفي والإثبات فهذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا.